البادز 2 من سامسونج هتلاقي ان الانبوكسنج بتاعها، بس عايز اقول لك في حاجه قبل ما تبدا، ما تنساش تعمل لايك وشير عشان الفيديو ده هيعجبك قوي. طب اجيبها ولا ما اجيبهاش؟ بصراحه انا هقول لك السبيكس بتاعتها سريعا وانت تقدر تحكم. اول حاجه السماعه الجميله الرايقه دي، الشكل بتاعها والتصميم رايق قوي وجايب ديزاين فعلا يحسسك ان الفلوس اللي انت دفعتها مش كتير عليها. ماشي، تصميم بريميوم، سماعات الدوت لاول مره في حياتي بستخدم سماعه دوت واحس ان فعلا انا مش خساره فيها الفلوس. لكن برضو خليني اقول لك المزايا والعيوب بتاعت السماعه دي. اول حاجه اختبار الثبات، انا بالنسبه لي الثبات بتاعها كويس جدا، وانا لما بلبس سماعه من السماعات الدوت دي اللي بتخش جوه الودن دايما بتبقى عندي مشكله ان انا بحس ان هي بتكتم الصوت او بتكتم نفسي، بتضايقني بعد شويه، او عظم ودني بيوجعني. لكن بصراحه مع السماعه دي ما حسيتش يعني. لكن 7000 جنيه كتير قوي في سعرها دول، انا شايف ان هو يعني مش هقول مش خساره فيها، بس هو رقم مبالغ فيه، بس هي ملهاش ذنب يعني. هي لو ما كانش حصل ملناش دعوه، ما كانش السماعه بقت بالسعر ده. السماعه بتدعم 24 بي تي، وكمان في كل سماعه من دول بتيجي 3 مايك في السماعه الواحده. من الحاجات الجميله جدا ان هي بتدعم الذكاء الاصطناعي في الدوشه، يعني انا لو بكلم حد هي بتقدر تشغل نظام النويز كانسلنج المناسب ليا. يعني لو الدوشه حواليا جامده جدا هتشغل نويز كانسلنج، مفيش، فهي تقدر تميز ده كسماعه. بتيجي ب 33 ديسابل، وانا شايف ان ده مش حاجه حلوه قوي، يعني المفروض تبقى اكتر من كده، لان متوسط الدوشه زي ما انا قلت في كذا فيديو قبل كده من 33 او من 40 لحد 55 ده في الشارع من المواصلات والزحمه والكلام ده، ف 33 مش احسن حاجه، لكن هي بتديك كفاءه تحسسك ان هي احسن من 33. السماعه بتقعد معاك تقريبا 18 ساعه لان هي 500 ملي امبير الكيس بتاعتها، كل سماعه منهم 58 ملي امبير، يعني بتقعد معاك من 5 ل 8 على حسب ما انت بتهلك فيها ولا مشغلها نويز كانسلنج او لا، لان النويز كانسلنج طبعا بتاكل من الشحن بتاعها. تدعم الشاحن اللاسلكي، وكمان السماعه اي بي اكس 7 يعني مضاده للميه، يعني لو وقعت منك مقدار متر في الميه السماعه لوحدها فالسماعه هتعيش معاك ممكن لحد نص ساعه، لكن دي مش مهيئه لان هي تنزل بيها الميه. لكن الكيس بتاعتها ما بتدعمش ان هي تكون ضد الميه، لكن لو دخل فيها ميه الكيس بتاعتها نفسها السماعه كده بالشفا. السماعه فيها تاتش كنترول، وانا شايف ان من العيوب، من يعتبر من اول عيب فيها التاتش كنترول بتاعها، ما تعرفش تتحكم فيه، يعني هو في 3 تكه تكتين 3 تكات. طب التكه تكتين 3 تكات دول انا عايز اظبطهم، عايز واحده تجري الاغنيه، 2 ترد، لا انت ما تعرفش تتحكم فيها، تقدر تفتحها من خلال الابلكيشن او لا. من الصدمات اللي صدمتها في السماعه ان السماعه بالسعر ده ما فيهاش اير ديدكشن، يعني انا لو بكلم حد جنبي وشلت السماعه ما بتقفش، ودي حاجه صادمه بالنسبه لسماعه ب 7200 جنيه. لكن لو انت معاك موبايل سامسونج فانت هتتبسط، يعني لو معاك موبايل سامسونج وقربت الموبايل مجرد بس سماعه وفتحتها فهتدي اشعار ان هي قاريه السماعه زي الابل بالظبط. لكن لو الموبايل بتاعك مش سامسونج فانت كده بالشفا مش هتاخد اي حاجه من المزايا الكتير اللي هتلاقيها على الابلكيشن بتاع سامسونج الجالاكسي جير. لكن حاجه يعني هي ما فيهاش اير ديدكشن زي ما انا قلت، لكن فيها ميزه مهمه جدا. لو انا حاطط السماعه في ودني وبكلم واحد جنبي، السماعه اوتوماتيك الاي اي اللي فيها بيخلي الصوت بتاع المزيكا يوطى عشان خاطر اعرف اخد ودي معاه في الكلام، ودي حاجه عظيمه جدا بصراحه. ما كناش اتكلمنا في الاول عن الثبات بتاع السماعه. ثبات السماعه في العلبه حلو، لكن لو اتكيت عليه شويه هيقع منك، يعني هي ما بتقعش، بس لو هتديها هتروح منك. طبعا ما فيش حد هيعمل كده، بس خد بالك يعني. لكن تقييمي ليها الشخصي، ديزاين هايل وتحفه، حجمها صغير اقدر احطها في جيبي، ودوت مش واجعالي عظم ودني، انا اقدر اديها ممكن، مش عايز اظلمها بس ممكن نقول 8 من 10. يعني انا قلت لك المزايا وقلت لك العيوب، وانت تقدر تحكم هل المزايا دي بالنسبه لك مهمه جدا، وهل العيوب اللي فيها فعلا انت محتاجها ان هي تكون موجوده وما تبقاش عيوب في السماعه. في الحاله دي مش هتعرف تشتري السماعه. وزي ما قلنا في الاول، السماعه بتدعم الشحن اللاسلكي والتايب سي. السماعه بتيجي بسعر 7200 جنيه، ده رقم يعني عملاق، يعني رقم عملاق بالنسبه لسماعه بصراحه. لكن نقدر نقول لو انت محتاجها تقدر تجيبها، يعني لو عايز محتاج تجيبها بالسعر ده، انا شايف ان سعرها مبالغ جدا فيه. سعرها كده بمعادل الدولار في مصر فهي كده حوالي اكتر من 240 230 دولار حاجه كده يعني، بس كده.